انا عارف ان كتير من حضراتكم عمل عدس وكل عدس وشرب عدس واتعزم على عدس واتهرى عدس، لكن العدس بتاعنا النهارده غير اي عدس انت عملته في حياتك. ما تكلمنيش عن اي طاجن اتعمل قبل ده، عشان حضن الشتاء يبدا من هنا. طاجن عدس يدفي ويشبع ولا يتخن ولا يبهوأ، وارخص ما يمكن عمله في زمن السكر فيه بثمن ربع شاورما. اعتبرها عدس مصر شامي تركي بس متقدمه لك من صومعه الجرح. ولذلك حابب ابدا الاكله باهم حاجه تتعمل: بصلتين او ورمه نقطعهم 4/4 عليهم شويه بصل احمر وخل وميه وندوبهم ونحط عليهم برده شويه من البصل الاخضر في النهايه هنحتاجهم معانا. كلنا عارفين عدس يعني بكليات وانفجارات وفضايح ما تتعملش غير يوم خميس وتتحبس في البيت. نبدا الاكله بنص كيلو عدس اصفر مش هيحتاج غير غسله، واسمعوا نصيحتي استنضفوا العدس اللي هتعملوا بيها الاكله وما تعملوه ازاي. للاسف مش بافضل شكل ولا حال، وخد ميه كتير على ما الحال بقى عادي، وتصفيه على اقل من مهل ومش اكتر، ولحد اما نجيله نقطع كل الخضره اللي هنحتاجها. تقطيع في بصله كبيره او 2 متوسطين وجزرتين لشرايح، والتركايه هي بطاطسايه مكعبات هتظبط النشويات وتدينا القوام الممتاز. في ناس بتحب تحطها وناس لا، وفي ناس بتحب الطماطم وناس لا، وفي ناس بتحط كوسه وناس لا، لكن بالنسبه لي انا هكتفي بالبطاطس وبالطماطم، وبالتاكيد اساسي وحده وحوح الجبار عشان ندخل في مرحله النار. حلتنا الشقيانه وحب الزيت يسخن ويطرطش، ننزل عليه بالبصل يتقدح شمال في يمين ويتشهر، وبعدها ننزل عليهم بتركايه الشيف علاء الشربيني: فصين توم مضروبين مش مهروسين، نسيبهم زي ما هم بنكهتهم محتفظين. اللون يتغير ننزل عليهم بباقي الخضره المدلعين، وتشويح شويه دقايق من غير تجريح لحد اما يدبل مع التقليب. وقتها ننزل عليهم بالعدس ويدفيه. اهم حاجه ان احنا ممكن نحط كركم، لكن انا عن نفسي هستبدل الكركم ببشره الليمون والاستفندي او يوسف افندي. ما هي الفاكهه دي اسمها في الاصل يوسف افندي مش استفندي، واسمها يوسف افندي لان اللي دخل الفاكهه دي مصر كان اسمه يوسف افندي. دقيقتين بالكتير وننزل عليهم بالميه المغليه ونص معلقه سكر يضيع الحموضه اللي فيها. نسيبها على نار متوسطه تلت ساعه تتشقلب وتجيب خلاصتها لحد اما نسمع بقبقتها بتشتكي انها خلاص دابت ودخلت في التسويه. اما لو حسيتها عايزه ميه شويه اديها كمان ما تقولش لا، لكن في النهايه لما توصل ان كل الخضره والعدس دايبين في بعض نقفل النار ونسيبها تهدى. وانت كمان على الماشي كده بالمره تكون هديت وصليت على الحبيب ودعيت لاخواتنا بالثبات ولشهدائنا باعلى درجات الجنه، والام والامواتنا بالرحمه، واختمها باللايك على السريع. عندك هندي ماشي، ما عندكش شقلب في الخلاط على الماشي، ضرب وتهذيب وتعذيب لحد اما تنعم معاك، وفي نفس الحله نخليها عشان هتاخد الغلوه. وبالتاكيد كل اللي هتحتاجه من البهارات شويه الملح والكمون والفلفل الاسود والبابريكا او الشطه حسب ما انت عايز. تقليب على الهادي وغطي واقفل عليه النار، ولحد هنا تقدر تعتبر ان الوصفه دي وصفه مصريه عربيه بقوام كيرفي متدلع. وبالتاكيد مش هننسى اهم شيء: العيش المحمص اللي هتغمس بيه او تعمل فته سريعه زي حالاتي. معلقه سمنه تسيح ننزل عليه بشويه بصل يتكرمل ويتقرمش ويتصفى على جنب، وبنفس الزيت ننزل عليه بفصين توم مهروسين ياخدوا تشويح وطشه، وننزل عليهم بحبه الخل، وعلى وش الطاجن ينزل بعدها نرصص عليه الورد، وبألف هنا وشفا على معاليك. او نديها تركايه تقلبها الوصفه تركيه، ناخد منهم حبه على جنب في حلتنا اللي عايشه معانا اصيله ومتحمله، وننزل عليها بعلبه كريمه طبخ اللي سعرها النهارده ب 45 جنيه، مع التقليب يدخل في اول غلوه ونقفل عليه. وكده معاك العدس التركي او الكريمي. طاسه صغيره حته زبده وحبه زيت وهو بيدوب ننزل عليه بمعلقه بابريكا يتكرمل ويتجانس، ونزين وش الطاجن بيه مع شويه كزبره خضراء لو عندك، لكن انا مكتفي بالبصل. وسواء كانت الشوربه العاديه او الكريميه في كل الاحوال اهي اكله بيقولوا انها على قد الايد، مع اني برضه اشك وهتكلف معاك كتير. لذلك بالتاكيد هيكون دعوتنا في الختام ان ربنا يعين الجميع على اللي احنا فيه. يا جماعه الخير، ده انا كنت هنسى اهم حاجه. ونختم كالمعتاد بالدعوه ليهم ولينا بالثبات والرحمه لامي والامواتنا والصلاه على الحبيب لاجل القلب يطيب، والشتاء يعدي علينا بدون خسائر كتير وبالف هنا وشفا على قلب معلي. ولحد هنا اقدر اقول لك مساء الزبده على الله يرحمك ياما. تعالي شوفي ابنك مدلع العدس ازاي. طب حلو ده برضو.